السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا شباب؟ قصة الكتاكيت اللي هنحكي عنها النهاردة قصة جميلة جدا، أتمنى تسمعوها في أول دقيقتين ثلاثة. مهندس زراعي خريج زراعة حب إن هو يعمل مشروع بعد ما اتخرج. مهندس زراعة عادي جدا، فجمع أصحابه، حاول يجمع أصحابه بقدر الإمكان عشان يجمع مبلغ من كل واحد 200 جنيه. و200 جنيه دي كانت كبيرة جدا، تعمل مزرعة فراخ فيها مثلا حوالي 20-30 ألف. يعني مش ال 200 جنيه، ال 2000 جنيه. هو كان الهدف إن هو يجمع 2000 جنيه. فبعد محاولات شديدة جدا وبعد دراسة الجدوى اللي عملها إن كل واحد هيكون نصيبه 2000 جنيه. وطبعا زي ما احنا عارفين وناس كتيرة سمعت على الفراخ، وكمان اللي رب فراخ بيبقى عامل عنده، وانت بتعمل دراسة جدوى بيبقى حاطط نسبة يعني هالك او نسبة خسارة في الفراخ حوالي 10-15%. فبتعمل ايه؟ بتحط النسبة دي. فبعد ما هو جمع اصحابه وبقوا 9 وعايزين بقى ال 200 جنيه اللي باقيه، فبعد محاولات كتيرة جدا ويحاولوا يقنعوا الناس ويكلموا الناس ويروحوا يكلموا ده ويروحوا يكلموا ده على ان هو يخش معاهم بالشريك رقم 10. وبعد محاولات فاشلة كتيرة جدا فكر ان هو يتفقوا ان هو ايه رأيك واحنا عاملين نسبة 10% للهالك او 15% للهالك، ايه رأيكم ان احنا ندخل مين اللي يقدر يحمي الهالك دوا؟ هو الله عز وجل. فقال ان احنا هنقدم الله عز وجل ان هو يكون هو الشريك رقم 10، بمعنى ان احنا مش هندفع ال 200 جنيه دي اللي احنا عاملين حسابها ان هي هتبقى هالك، مقابل ان لو ربنا سهل والدورة نجحت هناخد من نسبة 10% نطلعها لله. ده باختصار. وبدأ المشروع بهذه الحركة البسيطة جدا جدا جدا. أنا بتكلم معاكم عن الدكتور المهندس صلاح عطية أو الداعية صلاح عطية. بدأ المشروع وبعد أول دورة ونجحت 100%، وتاني دورة وتالت دورة، وبدأ المكسب يبقى كبير جدا. وبدأ كمية الفلوس اللي هتطلع للتبرعات اللي هي نسبة الله عز وجل في البضاعة أو فيه التجارة بدأت تزيد. وبعد زيادة دي بدأ الدكتور صلاح عطية أصحابه ينفردوا، اللي ينشغل بحاجة ويقول له لا أنا هاخد نصيبي وهعمل مشروع لوحدي، واللي هيعمل واللي لحد ما بقى الدكتور صلاح عطية هو صاحب المشروع وشريكه الله عز وجل. يعني كان بياخد مثلا رقم 8 هيطلع، فكان بياخد نصيبه من التبرعات اللي هي بتاع الشريكة رقم 10 ويعطيها لرقم 8 فيطلع. فمين اللي يخش مكان رقم 8 كده؟ الله عز وجل، أو الشريكة رقم 10 اللي هو الله عز وجل، اللي هو التبرعات والحاجة لله. وبعد فترة حوالي 2-3 كان الموضوع 50-50، يعني الدكتور صلاح عطية ليه النص والتبرعات وحاجات الله عز وجل ليها النص. فبدأ الدكتور صلاح عطية في خلال 2 الفلوس اللي بقت اللي هو نصيب الله عز وجل، ولكن لما صدق النية فالنصيب ده كان يكبر. فبدأ ان هو يعمل معاهد دينية، مدرسة تحفيظ قرآن، يعمل يعني بدأ ان هو يعمل مشاريع، مستشفى، لحد ما وصل به المرحلة ان هو قال لا خلاص انا مش هشتغل 50-50، لا انا هشتغل بمرتب. وعمل عقد بكده ان هو يشتغل بمرتب عند الله عز وجل. وبدأ كل المشروع ده لما كبر وانتشر ان يكون الدكتور صلاح عطية ما هو الا مدير مشروعات في المشروع. وعليه بدأ الدكتور صلاح عطية يشتغل عند ربنا، والمشروع كله بقى لصاحب الشريك العاشر. وبدأ يعني أول مركز يعمل جامعة كان تفاهنا الأشراف، اللي هو المركز اللي فيه الدكتور عطية. عمل جامعة الأزهر فرع تفاهنا الأشراف. متخيلين الوضع إزاي؟ ولما صدق مع الله عز وجل كمان عمل معاهد كتيرة جدا، وبدأ يلف في أمصار مصر، في كل مكان في مصر، عشان يبدأ يعمل
المعاهد الازهريه اللي تبع الازهر الشريف. يعني من ضمن الاماكن اللي راحها ابو عزيز، في المعهد الديني اللي عمل في ابو عزيز الله يرحمه ويسامحه، كان من ضمن الناس اللي كانوا موجودين في لم تبرعات لمسجد للمعهد الديني في ابو عزيز. وطبعا اماكن كثيره جدا جدا، ولكن انا بقول لك المره اللي كان لينا النصيب ان احنا نشوف الدكتور صلاح عطيه او حتى نسمع عنه عن قرب. وطبعا كان حاجات بتتقال وقصه ان هو بيحكيها، قصه الانبهار ان هو صدق مع الله فربنا صدقه، وان الموضوع اتوصل ان هو يكون مع الله عز وجل وان هو يكون شغال عند الله عز وجل. دي كانت شيء كبير جدا جدا جدا. ليه بنحكي كده؟ بحكي لك عشان وانت في شغلك وانت مغترب ده يعتبر شغل، وان انت في شغل مغترب ده يعتبر ان انت بتقدم شيء لله ويعتبر مشروع. لازم تعمل حساب لله عز وجل في رزقك اللي جاي لك، سواء في البيت او في السفر او وكل ما بتحدث نفسك ان الله ليه نصيب في الرزق اللي بيبعته لك، اعرف وادرى ان ده هيأثر عليك جدا جدا في علاقتك وقربك مع الله عز وجل. بداية الموضوع اللي احنا حكينا فيه عشان نحكي على حاجتين مهمين جدا. أولهم زكاة الفطر. زكاة الفطر يا شباب حبوب، النبي صلى الله عليه وسلم طلعها حبوب مش فلوس، طلعها حبوب. اشتري رز، اشتري قمح، اشتري شعير، اشتري فاصوليا، اشتري عدس، اشتري زبيب، اشتري حبوب وابدأ وزعها للناس. طيب المقدار كام؟ المقدار تقريبا 3 كيلو وشوية، 3 كيلو ونص للفرد. وده الفرد، سواء انت معاك فلوس ما معاكش فلوس لازم تطلع المقدار زكاة الفطر، لان ده فرض عليك ما تستهونش بيه، عليك وعلى رعيتك يعني عيالك وزوجتك، ده شيء مهم جدا. فلازم تطلع قبل صلاة العيد، بمعنى ان انت لو 4 افراد، ال4 افراد يجتمعوا في 12 كيلو او 13 كيلو، يعني لو كيلة غلة او كيلة قمح تكفي 4 افراد. هتضرب يعني اللفة ال10 كيلو تكفي 3 افراد. اللفة رز او عدس او اي حاجة، اللفة ال10 كيلو تكفي 3 افراد. فانت بتبدأ تقيسها وتطلع حبوب وليس قيمتها، يعني ما تطلعش فلوس وتقول اوزع للناس فلوس الناس محتاجه. ده كلام اعمل زي النبي ما عمل بدون ما تخش في نقاشات كتير. النبي عمل ايه؟ النبي وزع حبوب، فانت توزع حبوب زكاه الفطر. دي مهمه جدا جدا. تاني حاجه ودي لازم تاخد بالك منها، تبرعات او صدقات الافطار. يعني ما فيش اعظم من ان انت تطعم او تفطر صائم وتاخد عليه اجر، لان الاجر كبير جدا. تخيل ان الله عز وجل قال ان اجر الصيام فانه لي وانا اجزي به، فربنا اللي هيجازي باجر الصيام. ما بالك انت تاخد اجر صيامك واجر صيام الصائم اللي انت هتفطره، وده شيء كبير جدا. يعني اعتقد الناس لازم تاخد بالها منه وتبدا. يعني احنا ما عندنا، يعني معظمنا اعتقد ما عندوش الحول على ان هو يطلع زكاة مال، ولكن يحسب زكاة المال بتاعته إن كان حال عليها الحول يبدأ إن هو يطلع عليها 2.5%. وده بالنسبة لزكاة المال. زكاة المحصول معروف على المحصول يعني، ولكن وزكاة الفطر هي الأهم دلوقتي. ال10 الأواخر اللي احنا بنتكلم فيهم حاليا طبعا أجرهم عظيم جدا، يعني غير إن هم أجرهم عظيم هم آخر رمضان. تخيل ضاع منك في رمضان 20 يوم باقي 10 أيام. يعني خف مسلسلات شوية، مش هقول لك أكتر من كده. يعني خف مسلسلات واختم قرآن واقرأ قرآن، خف مسلسلات وحالات ومش عارف ايه والكلام ده كله واهتم. يعني انت لو مش هتحدث نفسك بان انت مقصر في الطاعة، وكلنا يعني مقصرين ولكن احنا بنذكر بعض، لو انت مش هتحسس نفسك انك مذكر في الطاعة فلازم تراجع نفسك. لو انت شايف ان المسلسل مش هيعطلك ان انت تقرأ جزء فلازم تراجع نفسك. لو انت شايف ان يعني اي حاجة تلهيك عن انك تصلي وتصوم وتقرأ قرآن وتقيم الليل لازم تراجع نفسك. يعني انا شايف ايه مفيش اي سبب في الدنيا يخليك انك ما تصليش غير انك ما تكونش مسلم. يعني ما الفرق بيننا وبينهم في الصلاة.
ومعنى كده ان انت لو انت مش قادر تستوعب برضو القرآن في العشر الأواخر، فأنا مش عارف أجيب لك آيات إيه. يعني القرآن أنت بتقراه ومش قادر تستوعب بيه. لو أنت مش شايف إن أنت إن الموضوع بالنسبة لك مهم، فلازم ترجع نفسك. يعني لو الموضوع مهم جدا يعني، أنا بالنسبة لي لو أنت ما ركزتش في العشر الأواخر ده، فكل اللي احنا بنقوله ده من أول رمضان خسارة. يعني هو مش خسارة عليا، يعني ربنا يأجرنا ويصلح نوايانا يعني في الأول وفي الآخر، ولكن خسارة إن أنت سمعت وما نفذتش، ودي مشكلة كبيرة جدا. يعني أنت سمعت إن القرآن مهم وقراءة القرآن مهمة، وإن أنت في شهر القرآن، وإن من قرأ حرفا يعني كتبت له حسنة، وملك في رمضان والله يضاعف لمن يشاء، واقرأ حتى واقرأ فإن منزلك وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كل ده أنت مش قادر تستوعبه في القرآن. تعالى في الصدقة، داوم وارتقم بالصدقة. من أفطر صائما فله أجر صيامه ولا ينقص من صيامه شيء. طيب إيه؟ آيات الصدقات كثيرة جدا، كثيرة جدا جدا. الصدقة يعني من ضمن الصدقة تطفئ غضب الرب. يعني حاجات كثيرة جدا أنا مش عايز أجيبها بشكل أحاديث وآيات قرآنية، ولكن أنا بكلمك أنت هتطهر مالك إزاي. أنت مهلك مثلا في شوية شك إن هو في حتة غلط، حتة مش عارف إيه، طهرها بالصدقة. طب هتطهر صيامك ازاي؟ بالذكر، بالصدقة، بقيام الليل، الحاجات دي كلها يعني. فأنا يعني مش عايز أطول عليكم، ولكن حبيت إن أنا أحكي لكم قصة الشيخ صلاح عطية، ونترحم مع بعض على الشيخ أبو إسحاق الحويني وأبو حمزة وكل شهداء غزة يعني. وأذكركم بآخر 10 أيام في رمضان. وبالنسبة للمسابقة، قاعد 5 أيام في المسابقة، فأتمنى الناس اللي هي مشتركة تبدأ إن هي تنشر الفيديوهات بتاعتها، والناس اللي مش مشتركة وشايفة إن ده يستحق إن هو ينجح أو إن هو يفوز، يبدأ شارك الفيديو بتاعه، طبعا الفيديو اللي على اليوتيوب، بحيث الناس تسمعه أكتر والناس تتعامل معاه، وربنا يصلح حالنا وحالكم يعني. بالنسبة لمسابقة السيرة النبوية، طبعا أنا انصدمت بعدد المتفاعلين معاها، ولكن الحمد لله دلوقتي بدأ في ناس تتفاعل، وإن شاء الله، والحمد لله كله بياخد جايزة مصحف وشنطة وأذكار الصباح والمساء. فيعني أعتقد جايزة بسيطة، ولكن ما فيش أغلى من المصحف. والمكسب الأساسي من مسابقة السيرة النبوية اللي هي 115 سؤال، ان انت تتعلم السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم. يعني انت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مماته حتى وفاته، اعتقد لما تجمعهم في 100 سؤال الامر هيكون كويس يعني. فربنا يجازيكم عنا خير. صوت واطي يا محمد؟ انا خلصت. انت لسه فاكر؟ الصوت واطي بس عشان انا غيرت المكان، فايه الصوت واطي شويه. مين حابب يشارك معانا؟ اذكركم في الاول وفي الاخر ان انتوا ان شاء الله بكره بعد بكره هيكون عندنا افطار جماعي رقم 3 ان شاء الله، وبنجهز ان شاء الله الافطار الجماعي الاخير الجمعه الجايه. وانت بألف خير يا حبيبي الغالي يا صاحبي علي عطا، ربنا يبارك لك يا رب. عايزين نتكلم، انا هنا في الامارات على فكره. فربنا يبارك لكم ان شاء الله. زي ما قلنا نعيد اللي احنا قلناه، نأكد على نذكر نفسنا واياكم، يعني بتحاول ان احنا نحاول نلم اللي باقي في رمضان. يعني ما فيش اكتر من اخوات يوسف، يعني اللهم إنا جئنا إليك ببضاعة مزجة، يعني بضاعة، يعني صلاة كنا بنسهو فيها، وصيام الله يعيننا،
وقراءة قرآن نصها كنا بنسهو فيها. فربنا يعني يتقبل منا هذه البضاعة المزجة، ويرزقنا خيرا منها، ويعوضنا خيرا منها إن شاء الله، ويرزقنا الإخلاص والنية الصافية، ويخلصنا الإتقان والاجتهاد في العشرة أيام اللي باقية، سوى بكل شيء. يعني أنت قدامك 10 أيام، لو كل يوم هتفطر صائم ف10 تفطرهم، فأنت خدت أجر 10 باكج كاملة كده، أجر 10 صايمين باكج هتاخدها بلا ذنوبهم وبلا أي شيء. أنت مستوعب الحتة؟ يعني أنت صيامك في شوية تقصير، وفي شوية مش عارف إيه، وفي شوية يعني صيامك في مشكلة يعني. فما خيال بقى أنت لما تفطر صايم، أنت بتاخد باكج صيام صائم كامل بدون أخطائه. فدي حته لازم تاخد بالك منها. يعني انت بتعوض. يعني انت تخيل لو انت افطرت 30 صائم، فانت دخلت السنه دي ب 30 بشهر صيام، بشهر كامل صيام. فتخيل تحسبها معايا كده، ان عمرك اصلا مش انت عندك كام سنه، انت خدمت ربنا كام سنه، انت صليت كام سنه، انت زكيت كام سنه، انت خدت الحسنات اللي محسوبه لك دي كام سنه. يعني انت عندك ليله القدر ب 83 سنه، دي هتتحسب لك في ميزان حسناتك 83 سنه. انت عملت عمل صالح، عمل صالح ده استمر، وفي صدقه جاريه، ده عمر تاني. انت عمرك مش 60 ولا 65 ولا الكلام الفاضي اللي انت بتسمعه ده. احنا مش عمر. انت مش مخلوق هنا عشان تعد عمر وعيد ميلاد. انت مخلوق هنا عشان تعمل طاعه ليها ميزان. الميزان ايه؟ انت عندك مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اثقل حاجه في الميزان. خد بعديها بقى طعام الايتام وكفاله الايتام والصدقات والصلاه والصوم وقيام الليل، كل ده. يعني انت متخيل كل ده عمر ليك، عمر. انت تخيل مثلا لما تفطر كل رمضان ب60 واحد، انت دخلت رمضان ده بشهر على العدد 30 يوم، ولكن انت طلعت منه بال60 بس. 60 واحد انت افطرته، ال60 بقى انت طلعت بيه ب3 سنين، 3 رمضان. تخيل لو فيهم كمان ليلة القدر ولا ليلتين قدر من الناس اللي انت فطرتهم دول. فالاجر كبير، والله الاجر كبير، والامر صعب. الامر صعب جدا. يعني انت احسأل نفسك كده وحاسب نفسك، انا هخش ربنا ازاي؟ انا هجاب ربنا ازاي؟ يعني الشيخ ابو اسحاق الحويني الله يرحمه، يعني 69 سنة طاعة. تخيل خريج ألسن بتفوق، يشتغل معيد سنة ويطلع، يشتغل في السياحة مرشد ويطلع، وبعد كده يشتغل في الإذاعة ويطلع. ليه؟ مش هو ده الطريق اللي هو عايزه، لحد ما النهاردة يكون علامة محدث في الحديث، أعلم أهل الأرض الله يرحمه، حاليا عايش في الحديث يعني، وعصر الألباني. فأنت عايز إيه تاني؟ فأنت اختار طريقك، اختار أنت عايز إيه، عمرك هيكمل فين. يعني يقول لك إن الرجل لا يرفع درجة في الجنة وهو مات، خلاص مات. بص، هو النهارده نايم في الدور العاشر في الجنة، يصحى الصبح يلاقي نفسه في الدور ال 13 ولا 14. ليه يا عم؟ أصل صدقة جارية انت عملتها انت وانت، فدي رفعتك. ابنه ولد صالح يدعو له، والولد الصالح ده مش شرط ابنك على فكرة، ده ربما يكون واحد انت علمته كلمة فدعالك، او واحد خد منك ذكر ذكرته بحاجة لله بس فدعالك. ده الدعوة هنا مش مقتصرة على ابنك. فانت لازم، وحتى يعني الاساس ان انت تخليه ابنك، والاساس ان يكون ابنك تربيه صح وتعلمه صح عشان يدعي لك. تخيل انت بقول لك نايم بعد ما مت في الجنه، وانت في الجنه وانت ميت، عشان اعرفك ان الموضوع مش حساب عمر، مش عمر خالص. انت ميت وفي الجنه والحمد لله تمام. يجي تبص تلاقي انت في الدور العاشر في الجنه، بصيت لقيت صحيت الصبح لقيت نفسي في ال15. ليه؟ ولد صالح يدعو له، صدقه جاريه، علم ينتفع به. ده كله ده حركك في الجنة، وانت بعد عمرك ما انقضى. فانت ازاي هتحسبها عمر؟ ما تحسبهاش عمر خالص. فنصيحة مني، وذكر نفسه والله في الاول وفي الاخر، لان الموضوع صعب. انت مش عارف هتقابل ملك الموت ازاي اصلا، ولا هيجي لك منين، ولا يعني انتوا استوعب الامر عشان تعرف ان الامر جلل. يعني انت تخيل لما تقابل ربنا،
اه والله انا كنت عارف ان في شهر رمضان، بس كان مسلسل محمد بتاع ده فهد البطل ولا مش عارف حسن مين، ومين مين الوحش ومين الجحش والكلام ده كله، ومحمد جيتران. انت ما يعني ايه؟ انت نصيبك ايه؟ انت هتيجي تقول له استمعت مسلسلات رمضان؟ شكلك وحش، والموت بيجي فجأة. يعني انت خلي عندك ذوق لنفسك. يعني انت حاسب نفسك كده، لما لو جه الموت دلوقتي وانت قاعد تدور على التليجرام وعلى الفيسبوك وعلى تويتر على المسلسل الحلقة الجديدة من المسلسل، شكلك وحش خالص. يعني شكلك وحش يعني. طب صليت؟ طيب صليت صلاة القيام؟ طب تبرعت طب من الفلوس اللي معاك دي اللي انت بتخزنها عشان تشتري 100 متر، ولا عشان تبني الدور التالت، ولا عشان تشتري ايفون جديد؟ حسبت ده ولا ما حسبتوش؟ ما انت هتيجي تتحاسب. يعني انت هتروح النهارده تقول له يا عم انا الحمد لله معايا 10000 ريال او درهم او طب عملت حساب 1000 درهم ولا 1000 ريال ولا 1000 جنيه؟ عملت حساب منهم لله؟ فكرت في مرة من المرات انك تطلع 10 او 15% من مرتبك؟ مش كفاية الجنيه اللي انت بتطلعه من خرم الجيب ده؟ فكرت ان انت تطلع مبلغ كده تقول يا رب انا طلعت المبلغ ده فعلا عشان يقف معايا وانا بتحاسب؟ فكرت وانت ان انت تزود في الصلاه شويه عشان لما تيجي يوم القيامه وانت في القبر يجي يصحيك تلاقي الصلاه تقول له لا ما تصحوش من الناحيه بتاعتي، ده كان بيصلي وكان بيقيم الليل. يعني الموضوع صعب يا جماعه والله. يعني الموضوع فعلا صعب. والموضوع يعني تخيل يعني الموت هيعدي على الكل. الموت عدى على النبي. يعني الموت عدى على النبي. انت متكبر ليه يعني؟ متكبر ليه؟ متكبر ليه بشويه الترنكات اللي انت لابسهم ولا مش بتاع ولا فيعني ربنا يرحمنا. يعني ربنا يرحمنا فعلا والله. يعني احنا لو ما لقيناش اللي يعدل روحنا ويطهر روحنا بان احنا على الاقل نصلي ونصوم. يعني انت ايه اللي عندك تاني تعمله؟ يعني انت الحمد لله ولا عندك مال معد النصاب عشان يبقى عليك زكاة، ولا في استطاعتك تعمل حجة ولا عمرة. على الأقل يا عم صلاة وصوم. شهر في السنة 30 يوم وساعات بيبقى 29، وفي الشتاء، والمعظمنا مش هيعد عليه في الصيف تاني هنكون متنا كمان. يعني ايه 30 يوم تعبينك في السنة؟ خمس فروض تعبينك في اليوم. ده انت بتقعد على المسلسل 2.5 و3 ساعات، وتستنى الماتش بالتحاليل بتاعته. يعني بتسمع التحاليل ولا اللي طالع من معمل البرج. فيعني ايه؟ نفسي افهم انت يعني احنا فعلا مقصرين. فيا جماعه مقصرين، احنا مقصرين جدا. يعني لو مش هنلم نفسنا في ال10 ايام اللي فاتوا دول والله هيبقى شكلنا وحش، والموت كمان هيبقى شكلنا وحش قوي. ملك الموت لما يجي النهارده يقول لك انت عملت ايه؟ هببت ايه؟ مش لاقي تقول له اصلا ما عملتش. والله كنت مستني لما اتجوز، وكنت مستني لما عيالي تكبروا، ولما مستني لما اعدي ال50، وبعد ال50 ابدا اقرا قران. ليه يا عم؟ انت ضامن منين؟ انت معاك سك وغفران يعني ان الوقت ده هيكمل معاك؟ يعني بالله عليك، بالله عليكم. يعني انا بذكر والله نفسي واياكم. يعني انا اول المقصرين وادناهم والله، ولكن يعني للامانه الوضع وحش. وانا للاسف عايز اوصل رسائل لناس بعينها، ولكن للاسف على البث الناس هتزعل. ولكن يعني طهروا اموالكم، وكل واحد ياخد باله من اتجاهه، كل واحد يفهم. ما ينفعش ابقى في رمضان وتفطف ويل للمطففين. ما ينفعش ابقى في رمضان واسرك في رمضان في الميزان. عيب. يعني انت متربي فين يا عم؟ انت دخلت الاسلام معانا ولا انت عشان اسمك احمد ولا محمد ولا محمود ولا عثمان ولا يعني انت ازاي في رمضان بتطفطف الميزان؟ ازاي تغير في الحساب؟ يعني ازاي مثلا واحد شارب ب 10 جنيه ولا ب 15 جنيه تديله 20 جنيه، تقول له الحساب 20 جنيه وانت عارف انك سارق، وعارف انك بتدخل عليك يعني كل جسمه نبت من حرام فالنار اولى به. يا جماعه مش هينفع. يعني مش هينفع. والكلام خلاص بقى على الريحه فاحت. فاستقيموا.
استقيموا رحمكم الله. والله العمر ما محتاج لحظة إما نتمرمط لما حد بيعيا، لما نتمرمط لما حد بيتداين، لما نتمرمط لما حد يتقال عليه كلمة وحشة، أصل ده سرق، أصل ده عمل، أصل ده عمل. كلنا بنزعل. وليه؟ أصل أبوه كان محترم، أصل أبوه كان. طب أنت سيادتك طالع لمين؟ يعني أنت لو مش لأبوك ومش لعمك طالع لمين؟ ولو عمك بيعمل كده ولو أبوك بيعمل كده، أنت بعيد عن الإسلام يعني. مش لاقي حد يوعيك مثلا؟ ما انت شايف المشايخ على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى كل المواقع اللي انتوا بتخشوا تتفرجوا عليها، على هيستك بيسك، بتلاقي نفس الكلام، بتلاقي قال الله وقال الرسول. فنهدى شويه يعني. ايه يعني؟ انت ازاي مش مستوعب؟ انت بتكبر على نفسك. طب والله هتتحاسب، وكل الناس هتتحاسب، والله هتعدي على سكرات الموت. النبي صلى الله عليه وسلم عدى على سكرات الموت. انت مين عشان ما تعديش؟ يعني الصحابة 10,000 صحابية يتحاسبوا، انت سيادتك مين عشان ما تتحاسبش؟ يعني يا جماعة ارحمونا. بالنسبة بقى للناس التانية اللي هي بتكنز الذهب والفضة وبيشتكي من الفجر، يا حبيبي ما انت عشان ما بتطلعش، يا حبيبي اعرف ان مال الله بعته ليك عشان تطلع منه جزء لله، ليه برضه؟ عشان توصله لغيرك. فلو وقف عندك انت مش هتستمتع بيه. يعني ما انت خلاص يا عم، انت جايب مالك من حلال والدنيا تمام ومش عارف ايه، بس انت رايح تجيب، هشتري 100 متر، هيبني 100 متر، هشتري بجرتين، هشتري جاموسه، هشتري توك توك، هشتري مش عارف ايه، هجيب عيال، هعمل مش عارف ايه. ايوه، فين اللي بعت لك الفلوس ده؟ ليه لازم تبعت له فلوس؟ لازم صدقه، دي لازم تطهر مالك ده بالصدقه. فانت زيادتك انت مشغول ليه بحته الصدقه؟ بحته ان انا مخنوق عمى. مخنوق ليه يا حبيبي؟ مخنوق عشان سيادتك ما بتصدقش. اصلا انا ما معيش يا حبيبي، ما انت لسه انت قابض 7000 وانت في العاصمه، او انت في شرم الشيخ او في الساحل، 7000 و8000 و9000، وعملت حساب التليفون، وعملت حساب الباقه بتاع تيك توك، وعملت حساب الباقه بتاع اليوتيوب، وعملت حساب مراتك، وعملت حساب خطيبتك، وشحنت ان كنت ما تكلم واحده حرام فشحنت لها. ما نسيت بقى ال 100 جنيه ولا ال 200 جنيه اللي انت تطلعهم لله عشان يطهر لك كل ده، وعشان ما يبقاش عندك هم وغم ليه؟ يعني ليه يا حبيبي؟ فوالله والله والله الامر صعب. والله هنموت، والله هنموت. يعني انتوا مش قادرين تستوعبوا ليه؟ هتموت، هتموت. اللي جمعت فلوس بالحرام هتموت، اللي جمعتها وما طلعتش عليها صدقه هتموت. الله يفتح عليك يا شيخ علي. يعني في كل آية، في كل الآيات لما يجي يوصف المؤمنين ولا عباد الرحمن، أول ما يقول يقيموا الصلاة بعدها على طول وفي أموالهم حق معلوم. على طول، على طول في أموالك بعد الصلاة، بعد ما تروح تقابل ربنا، بعد ما تروح بتقول يا رب أنا أنت خشعت في الصلاة بقى، هتبدأ تطلع الصدقة. القرآن بني الإسلام على 5: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، بعد كده صوم رمضان، ايتاء الزكاه. فانت الصدقه لو مش هتطلعها، انا مش عارف هتوديها فين. وهنا مش لما اقول لك الصدقه تطلعها تبع جمعيه ولا تطلعها ولكن زي ما بقول لك يا جماعه، والكلام ده احنا قلناه، الذين ينفقون اموالهم في السر والعلن. ليك كامل الحريه انك تطلع في السر، ولكن لازم تطلع في العلن. ما انا هحسدك، هقول بيكنز الفلوس ليه؟ مش انا يعني، بقول الناس اللي حواليك كلها هيعملوا كده. فانت لازم تعمل حساب الجزئيه دي، ولازم تاخد بالك جدا جدا في الجزء ده، ان انت تعبك وخنجتك والماتشات اللي انت بتعملها نهائي كل يوم، بتلعب ماتشات نهائي كل يوم. ليه؟ عشان انت مش عارف الطريق صلاه صوم الصدقه، صلاه صوم صدقه، صلاه صدقه. الصوم دي يوم شهر في الاسبوع، في السنه. فانت يعني حاول ان انت تحافظ على نفسك في القصه دي، وحاول ان انت يعني. انا كده يعني خلصت الكلام، وانا اسف ان كنت طولت عليكم، واسف برضه حد يزعل مني يعني. فلو حد عنده اي سؤال عشان ننهي اللقاء.
وعليك يا إسلام. ربنا يصلح حالنا وحالكم إن شاء الله ويبارك فيكم. والله يعني هو في حاجات كتير الواحد عايز يتكلم فيها، ولكن الأفضل إن احنا نكتفي بهذا القدر. والله يبارك لنا ويبارك لك يعني إن شاء الله. تذكروا الموت، يعني هو الموت هيذكرك بكل شيء. الله يرحم الشيخ الحويني، والله يرحم أبو حمزة، والله يرحم كل شهداء الأمة وعلمائها. الله يرحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا يهدينا، وربنا يتقبل منا هذه البضاعة المزجة الرخيصة، يعني اللي كلها شوائب، والله كلها شوائب يعني، ولكن ربنا يتقبل. يعني صلاة بنسهو فيها، صوم بنقصر فيه، قراءة قرآن بنسهو فيها، فربنا يرحمنا يعني، ربنا يرحمنا برحمته. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.